فين بقى سان بايتس ده بطل القصة معانا النهاردة. يلا نشوف هنعمل بيه ايه. معانا بقى لتتبيلة البانيه بيضة، هنزل عليها بنص معلقة ملح، هنزل بمعلقة توم باودر، وهنزل بمعلقة بصل باودر، وهنزل بمعلقة فلفل، نص معلقة فلفل اسود، وهنزل برشة من الكركم صغيرة، وهنزل بمعلقة من السبع بهارات، وهنزل بمرقة دجاج. نبقى المكونات دي مع بعضها، وهنزل بالبانيه بتاعنا. انا عامله حوالي 350 جرام بانيه، لو انت بقى هتعملي كيلو هنستخدم بطين، وهنضاعف بقى المقادير اللي احنا حطيناها. تمام بقى في التتبيله دي اطول فتره ممكنه. تمام، اقل حاجه ساعه. هنعمل ايه بالسان بايتس بتاعنا؟ ملق الستيك هديله دقه كده. تمام، وهضربه في وهضربه في الكب. بعد بقى ما طحناه في المطحن، هننزل بيه حوالي 3 معالق من البقسماط، هنقلبهم مع بعض. ان هي طعمها حلو قوي، ومهما تحطي توابل مش هتطلع بالطعمه دي، لان توابل السان بايتس محطوطه اثناء التسويه، فهي بتكون تحفه. البانيه بتاعي اتبل حوالي ساعه في التتبيله. هاجي بقى وهحطه هنا. مش انا هستغنى تماما عن خطوه الدقيق دي. تمام، مش هحطها، وهيطلع معايا بانيه بكفر رهيب كده. شكلها نكمل باقي الوصفه معانا. عملنا البانيه بتاعنا بالشكل كله، هندخله في الفريزر حوالي ربع ساعه، وبعدين نحمره في الزيت. البانيه بعد ما سيبناه حوالي نص ساعه في التلاجة كده جاهز معانا للتحمير. هنحمره في زيت غزير على على الواطي، وبعدين نقوم عاليين النار عشان ياخد وش، ونصفي بالمصفى لو وقع اي رواسب من الكفر الخارجي، ويكون جاهز معانا. تعالوا بقى شوفوا البانيه بتاعنا بعد ما حمرناه بالتريكات والحركات اللي احنا عملناها بيه. حاجه تحفه، قمر جميل. مش عامل لي طبقات. تمام، شايفين البانيه عامل ازاي؟ تحفه وجميل ومقرمش جدا. عايزه اوريكم ان هو قد ايه مقرمش. جميل قوي. وتركه ان احنا ضربنا السان بايتس مخلي طعم الكفر بتاعه حلو قوي، ومخلي طعم البانيه جميل. اتمنى تجربوه بالطريقه بتاعتي، واشوفكم في فيديو جديد.